سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم حبيت نتشارك معكم هاد الحلوة اللي ما تخطيني في حتى عيد ولا مناسبة. تقدروا تعيطوا لها مشوك تاع لا نواد كوكو، مي بصح ما في حتى ملعقة تاع فرينة، جاي غير نواد كوكو في نواد كوكو ومنعش بذوق الليمون. رايح يعجبكم كامل. شوفوا هنايا نفتح معكم حبة باش تعرفوا القوام تاعها كيفاش يكون، تجي معسلة تعسل كيما تحبوا. رايحة نشربها في الاخر بالليمون مع العسل. وكما تقدروا تخلوها هكاك وتاكلوها ناشفة، رايحة تجيكم بزاف هايلة. شوفوا كيفاش تجي حميمرة من تحت. نجوزو ان شاء الله نديرو كيف كيف الوصفة. رايحة ندخل ديريكتومون، يعني نخدم معاكم ونقول لكم او ميم طون طريقة التحضير مع المكونات. عندنا 2 كيلات تاع نواد كوكو يكونوا محمصين. البنات انا حمصتهم في المقله، قاعده غير نقلب في هذيك لا نواد كوكو حتى وين تحصلت على هذا اللون الذهبي. رايحه نخدم لكم بهذا الكاس اللي كامل عندكم هكا باش ما ندير لكمش بالكيله، ويعني تهرب لكم المقادير في البيض. نزيد عليهم 2 كيسان تاع نواد كوكو ماشي محمصه. هنايا تقدروا تحمصوا غير كاس واحد، و3 كيسان الأخرين تحطوهم نواد كوكو عادي، وتقدروا تانيك كاس من نواد كوكو، يعني ما ترحيوهش في هذه المرحلة وتخليوه إذا كان القوام تاعو يعجبكم في الماكلة. يعني كاس واحد من لا نواد كوكو ما ترحيوهش، يعني كيما تحبوا. أنا سيتها بكاع الطرق وكامل جو ملاح. هنايا ضفت عليها نص كاس تاع سكر حبيبات، السكر الخشين العادي. درت كلش في الروبو وبديت نرحي فيهم. وعلاش؟ باش هذاك السكر يدوب لي من بعدا وما يغلبنيش باش نذوبه، وما يجيش يغزغز في الماكلة. لازم يدوب. شوفوا البنات كيفاش رحيتهم في هذا لاشواغ ولا في الروبو ولا واش عندك. من بعد حليت عليهم، وهذيك لانوات كوكو تاعي دوك تشوفوا كيفاش ولات لي. تجي بزاف هايله هي هاد الحلوه، بنتها وحدها. حطيت هذاك نواد كوكو في الغيسيبيون، هبطته كامل. شفتوا كيفاش القوام تاعو ولا ناعم. زدت عليه حبة كبيرة تاع الليمون كنت سكرفشتها. إذا عندك صغيورين ديري زوج. زدت عليهم مغرفة صغيرة تاع لانوات كوكو معمرة مليح. مغرفة كبيرة تاع الزبدة تكون طرية خرجوها من قبل من الفريجيدار. ومغرفة كبيرة معمرة مليح تانيك تاع المعجون تاع لا كونفيتور. رايح يعطيلكم واحد التعسل واش نحكي لكم، والبنة هايلة هايلة. نزيدو معاهم تاني مغرفة صغيرة تاع خميرة كيميائية، مغرفة تاع القهوة هذيك الصغيرة. وضفت هنايا حبة بيض. أنا الحجم تاع البيض تاعي هنايا استعملت الكبير، درت حبة بيض كاملة وصفار تاع بيضة. وبديت نعجن هنايا. البنات ما تخافوش، عجنوا مليح المكونات تاعكم. شوفوا كيفاش راني نسيي باش هذاك السكر كامل يدوب، وكشغل تحسوا بلي العجينة تاعكم تعسلت في يديكم. هنايا لقيتها مازالها ناشفة ومازالها تتفركت. زدت لها صفار تاع البيضة الثالثة، يعني درت مع الأول بيضة وصفار. بداو بيهم ديريكت يعني ما تخافوش. ومن بعد كي تعجنوها تخي بيان زيدوا لها الصفار تاع البيضة الثالثة. فوالا البنات شوفوا كيفاه هنايا تحصلت على عجينة، يعني ما راهيش تتفركت، مي بصح راهي يابسة. شغل تحسوها بلي يابسة، تقدروا تليموها مي راهي يابسة. من بعد تجيكم فيها تشققات بزاف لو كان تخلوها هكايا. انا زدت لها 3 مغارف كبار تاع عصير الليمون. عصير الليمون تقدروا حتى ل5، كل وحده والنوعيه تاع نواد كوكو اللي تستعملوا. كاين اللي يشرب بزاف. بلا ما تزيدوا الصفار تاع البيضه الرابعه، ديروا عصير الليمون. انا درت خدات لي 3 ملاعق كبار. شوفوا كيفاش من بعد كي دخلتوا فيهم ولات العجينة هايلة وطرية. إذا درتو غير 3 مغارف ولقيتوها مازال هاك شغل كي تكوروها يجيوكم فيها تشققات، زيدوا لها قلت لكم حتى ل5 مغارف. ما تخافوش ماهيش راح تجي كامل قرصات، تجي بزاف هايلة. في الاخر رايحين نعسلوها. رحت لهذيك العجينة تاعي، درتها كريات، شكلتها كريات كل وحدة وزنتها على وزن 30 غرام. من بعدها جبت لانوات كوكو وبديت نرمد فيها، نحاول نلصقوا فيها، تضغطوا عليها كي تكونوا تكوروا. لو كان ما تخلوش العجينه تاعكم طريه البنات، هنا كي تكونوا رايحين ديروا هذه الخطوه تاع ترمدوها في نواد كوكو، غير تضغطوا عليها تلقاوها تتفركت. فهمتوا؟ رمدوها في لانواد كوكو تاعكم. من بعد حطوها ديريكتومون في لي كيسات، ومن بعد حطوها في السنيوه. يعني طيب نفس طريقه المشوك البنات، نحطوها في السنيوه. وبديت نرشق لها من الفوقه نص حبه تاع لي سوغيز. كل وحده قسمتها على نص، درت لها مع الاول ثقوب هكايا. من بعد هذيك بديت نرشق فيها من الفوقه.
ونروح ندخّلها للفرن اللي كنت شعّلته مسبقًا على 160 درجة، بالكم ما تطوّلولهاش في الطياب. هاد الحلوى فيها غير البيض اللي لازم ينشف، يعني ما فيهاش كامل الرُّح. ندخّلوها على 160 درجة في الرف الأوسط، يكون شاعل الفوغ من الفوقة ومن التحتة، حوالي 15 دقيقة يكونوا كافيين، ورايحين تلقاوها تشقّت شوية. وكيما قُلت لكم البنات حاولوا ما تطوّلولهاش في الطياب، يعني طيبوها من تحتها غير بالصفورية. en plus هي نوع كوكو اللي فيها راهو أصلًا طايب ومحمّص هاكا باش ما يجيكمش اللون ماشي شباب. شوفوا كيفاه. دوكا نروحوا للمزيج اللي درته لها وهي سخونة باش تتشربوا. غير تخرجوها لازم تكونوا درتوا هاد العملية. أنا درت 6 مغارف كبار تاع العسل، أي عسل اللي يكون عندك ديري منه 6 مغارف كبار، ونزيدوا عليهم 3 مغارف كبار تاع عصير الليمون، هاذيك اللي بشرتها في الأول احتفظت بيها من بعد هاتيك عصرتها واستخدمت منها 3 مغارف كبار تاع عصير الليمون مع 6 مغارف كبار تاع العسل. لهنايا الليمون كيما تحبي الذوق تاعك، تقدري ديري حتى 4 مغارف كبار. خلّطهم مليح، مليح، دوّبتهم كيف، كيف. هي راهي سخونة وأنا بديت نرمي عليها في هداك العسل مع القارص. إذا ما امتزجولكمش وكان العسل تاعك بارد، دخّليه غير شوية ميكرووند ولا سخّنيه غير شوية قيس ما يمتزج لك تخي بيان مع هداك القارص. كل وحدة درت عليها حوالي مغرفة كبيرة معمرة تاع العسل، رايحة تكفيكم لهاد الكمية، رايحة تعطي لكم 20 حبة تاع الكاطو إذا وزنتوهم على وزن 30 غرام. نصيحة برك البنات كي تخرجوها من الفرن ما تمسوهاش كامل باسكو تكون بزاف طرية، وغير توشيوها برك طيح، فهمتوا؟ خلوها حتى وين تعسلوها وتبرد، من بعد تقدروا تذوقوها ولا تشوفوا القوام تاعها. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم وتجربوها، راهي سهلة وماهلة وما فيهاش مكونات ولا مقادير كبار. ونتلاقاو في وصفات أخرى بإذن الله، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو لتعم الفائدة وتكبر القناة تاعنا.